اي كما قال الشاعر، هادشي كامل ما نضربوش الطاس. I have a dream that one day المغاربة يتخلصوا من هاد الصورة الفولكلورية اللي عندهم على الدين. الصورة الفولكلورية ديال الدين عند المغاربة هي كالتالي: الاولى ضروري شي حولي نهار العيد وخا يعرف يتسلف ويتكلف، ماشي نحرا لله ولكن الاولاد الجيران. الثانيه تيصوم رمضان بالجميل، تيتضارب ويتخاصم ويتقطع على الناس في رمضان بحجه انه صايم وتيغش في الخدمه. الثالثه باينه كسكسو نهار الجمعه، والرابعه طاسه والحلو فلا. إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ كلنا عارفين باللي ماشي هو هذا الدين، ولكن كيبقى كل واحد حر، كل واحد مسؤول على الافعال ديالو. المشكل فين كاين؟ هو كتلقى هاد الناس هادو هما تيحكموا على ناس اخرين وتيصيفطوا الاصابع وباغيين يفرضوا على ناس اخرين يعيشوا معاهم هاد العرف ولا هاد النفاق الديني الاجتماعي. كلنا شفنا البارح فيديو ديال اعتقال ديال واحد الشباب اللي فيهم دراري ودريات، دريات اللي ممكن يكون عندهم حق شرعي انهم يفطروا، حتى هما هزيتيهم وديتيهم بل وهنتيهم وعطيتو بوليسيه انها تقلب لهم الكيلوات ديالهم باش تشوف واش فيهم لا غاقل. هذه في حد ذاتها اهانه للمراه المغربيه واهانه ومس بالعرض والشرف ديال العائله المغربيه وديال كاع المغاربه. وي صافي جابو وحده دخلت للطواليت، صافي بدات كتدخل عندها بنت دوك اللي قالوا بلي فيهم لاغاك، وحده بوحده كتدخل عندها كتقول ليها واش بصح فيها لاغاك ولا لا. بيان سور كشحال الزروال باش تولي على الاولويز. مشاو وطوقوا واحد القهوه والناس وكل شيء تيتفرجوا الفيديوهات، مع العلم انها ماشي هي القهوه الوحيده اللي حاله في كازا. شوفوا شويه جهه لي فرانشيز ولا تيخلعوكم. هنايا فاش نقول لكم هذه حقره، ايهو انا وياك اللي صايمين خصنا ندو باش يطيح هذا القانون هذا ديال الفصل 222 اللي تيجرم الافطار في رمضان، لانه غيطبق علينا غا حنا. دوزو الناس اللي تيقول لك لا حقا ما تيحترموناش ملي تيفطروا رمضان بالعلالي. مثلا انا يلاه جيت من الصويره، الناس كاينين لي توريست بزاف تياكلوا تيفطروا تيتغداو عادي، واللي حاجه اللي عجبتني وبيس والناس حالين وكلشي تيترزق على الله. مثلا المغربي غير تيقول لك، مثلا التوريست تيقول لك لا عادي ما تيستفزوش، ولكن لا هو تا هو العقليه ديالو الحقاره مغربي لا ما ياكلش. انا بالنسبه لي اللهم بنادم يفطر، واللي بقى يتقطع علينا ديما تمشي دابا مع ديك الخمسة ستة كتلقى اللهفه وبنادم ضارب والسيوفه وكذا بحجه انه مقطوع حيت انه صايم. واش ماشي حسن ان واحد ما باغيش يصوم ياكل ويهنينا ويخلي الناس اخرين يصوموا؟ احنا اللي تنضروا الدين ديالنا، وحنا اللي تنضروا نفوسنا في هذا الشهر رمضان، ماشي هذاك اللي فطر. هذا الموضوع نيت كنت نناقشوا مع الدراري ولا الدرب اللي تحيه ليهم من هذا المنبر هذا، وبزاف منهم تستفزوا وقال لي لا نضربوا كاع. تخيل واحد غير فطر نمشي انا نضربه، هذه كتولي حقره. بزاف من اللي كيشاركوا نفس الراي تيقول لك لا نضربوا انا الا شفت مغربي تيفطر. هذا فكر داعشي، فكر داعشي. علاش؟ لانك الاغلبيه بغيتي تطبقها على الاقليه. حقره هذه. او الا كنا غنديروا بحال هكا وغادي نجرموا الناس اللي ما متبعيناش في الدين، يعني غنوليو في حالنا فحال الصينيين مثلا مع الاويغور. الصينيين حتى هما قال لك لا حنايا دوله بوذيه، هادوك مسلمين ماشي فحالنا، ما تيشربوش ما تيديروش، يعني خصنا نقتلوهم وخصنا نحاربوهم. اولا مثلا الهنود الهندوسيين حتى هما تيحاربوا المسلمين ديالهم تمايا وهربوهم وتقتلوهم، يعني فحالنا فحالهم. الاغلبيه تقول لي لا حق دوله اسلاميه، الاغلبيه باغا تطبقها على الاقليه. نفسنا فحالنا فحالهم، يعني ما عندناش الحق حنايا ندو بحق المسلمين الاويغور وندو بحق المسلمين الهنود. بزاف منا كمغاربه تنخافوا من انه يتسقط هذا القانون هذا. علاش؟ لاننا للاسف ما كنصوموش الله وما متبعينش الدين الله، حنايا متبعين العرف ومتبعين الاغلبيه، خايفين على ان ممكن الى مثلا لونتوراج ديالنا كامل فطر حتى حنا غادي نتبعوهم وغادي نفطروا، لان للاسف ما متبعينش الدين ايمانا بالله، متبعينه غير حيت عرف وغير حيت تقاليد. اما بالعكس شي الا طبقتي هذا القانون ما تيعنيش ان الدين غادي يضعف، بالعكس، ولكن بالنفاق ديالنا وبهذا الفكر الداعشي ديالنا باش كنضروا الدين اكثر ما تنفعوه. وهاد الدراري اللي تعتقلوا اللي تنشوف بزاف منا تيندوا باش انه يطبق عليهم هذا القانون هذا، ممكن يكونوا ناس دراري طايشين مازال تيكتشفوا ريوسهم،
نطو نتومايا ملي كنبداو نديرو فحال هكا يعني غادي نجزمو صافي هاد الدراري هادو خرجوه منا. اللي غيشوف دري تيشوف راسو محاصر بوحدو وكل شيء ضده، حتى المنافقين وحتى الناس اللي بعاد على الدين حتى هما ضده، صافي حتى هو تيفقد الثقه في هذا المجتمع ديالو، تيقول هادو كاملين المنافقين كيفاش غنتبع انا الدين ديالهم، صافي غنخرج. هادشي اللي مخلي بزاف د الناس خرجوا للالحاد وبزاف الناس حقدوا على الدين بسبب النفاق ديالنا ديال الدين. هذا كان الراي ديالي، ماشي بالضروري تتفق، مي كنتمنى انك تكون تفرجتي في الفيديو حتى الاخر، لانه عارف ان بزاف منا متعصبين، حنا كمغاربه متعصبين وما تنسمعوش الراي المخالف لينا، وكيف ديما مالغري هادشي كامل نعيشو غيرك فاهم.